السيسي ما شاء الله على ذكاء وعمل لنا شقق على بنز وقول بمليون جنيه ومقدم بمليون جنيه والحاجات دي. خلي واحد يتهفف عقله وراح اشترى شقه بمليون جنيه وباع بيته. ما هو البلد مصر ديت تلات ارباعها فلاحين، يعني اللي هم منشئين ان هم ياكلوا من ارضهم. واحد مثلا لو اشتغل هيشتغل بنوميه في ارضه وكده، يا دوبك هتكفيه في الحاله السوداء اللي احنا فيها دي. خليه يا عم راح اشترى هناك ازازه رمام 100 جنيه، ده هيجيبها ثمنها منين؟ وانت عمال تعمل طرق. يعني انا ما عنديش التريلات ماشيه على الارض ولا كل واحد ماشي على الارض، انت بتعمل للناس اللي واصله، الناس اللي بتطبل لك ساعات نكسه لما تحس ان انت هتقع، او المعرصين بمعنى الكلمه. والتومين اللي كانوا زمان كان بجوب 5 جنيه، بسم الله ما شاء الله، يعني يكفي شهرين قدام. السيسي بيركبنا بالطريقه، يعني النور غلى، ما علينا في الغالب الدنيا ولعت، في ناس على الحلال من الدنيا هتشحت كمان شويه. الاماكن اللي انت بتعملها ده يا ريس، الفلل والاسرات اللي انت عمال تعملها لنا وتقول لك الشقه مليون جنيه، مش لينا، للناس اللي معاها. يعني انت بتعمر للناس اللي معاها وبتسحب من اللي ما معهوش. ما احنا كده طالع دين ابونا. قسما بالله اليوميه لسه 100 جنيه، يعني الحاجه لو بقت، يعني زيت الزيت دي لو بقت ب 1000 جنيه هي اليوميه 100 جنيه ما بتغلاش. ما انت ما تبصش للجانب ده بقى، انت بتبص للجانب ان في ناس معاها وانت بتاخد مننا يعتبر بتديهم ومعناش يا ريس. بس هم كريس احنا مش عارفين نعيش والله. الحس ان في معرصين كتير قوي في البلد بيطبلوا عشان خاطر كده البلد عمرها ما هتنضف، تفضل طول عمرها جوه في قحط زي كده. مشبهنا بفلسطين، بقول لك ما في ناس مش لاقيه الحاجه تخش لها عشان تشتريها. طب دي حاجه بقى انكتبت عليهم وهم يقوموا بحرب، احنا ماجدين ابونا احنا. يعني انت كمان ما وقفتش جنبهم وقف لهم الحدود كده، مش عايز تعدي حد خوفا. تقول لك مش لاقيين ومش عاملين والحاجه اللي تغلى ما تشتريهاش. طب انا عايت ورحت اجيب حقنه لقيتها غاليه، اموت؟ الاكل المفروض ان احنا نشتروه ما نشتروش. ايه الحاجه اللي تغلى ما نشتريهاش؟ ايه حشيش مش هنشتروه؟ ده اكل وشرب حاجه. يا عم السيسي بترحم دين ابونا شويه.